موضوع كهرباء، عايز اكلمكم على موضوع كهرباء. امتى كهرباء هيتم حسم الموضوع؟ لان انا بقى يعني عرفت المعلومه المؤكده خلاص. لجنه الانضباط في الاتحاد، لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي هتجتمع يوم 3/8 وهتتخذ القرار. انا قلت لكم اهو الميعاد 3/8. النهارده كام يا جماعه؟ كام 7؟ النهارده 4 صح؟ ايه؟ النهارده 4 يعني بعد تقريبا شهر، 30 يوم. ان الشهر اللي جاي ده 31/7 عشان انا عيد ميلادي 27/7 فانا عارف ان يوم 31. وبالتالي يوم 3/8 هيتخذ القرار. كهرباء هيدفع قبليها مفيش مشكله اثناء الايام اللي جايه دي، لكن احنا ودينا الشكوى خلاص، واللجنه الانضباط وصل لها الشكوى وردت ان هي هيتخذ قرار يوم 3/8 ضد شيكابالا بسبب عدم دفعه للفلوس في المده المحدده يوم 3/8 بالظبط، يعني بعد نهايه الموسم بالظبط. فما فيش مشكله، احنا ما عندناش مشكله خالص في موضوع كهرباء. ده بالنسبه للكهرباء. تمام. نمره 2 بقى موضوع ايقاف كهرباء ولجنه الاستئناف دي، ما اعرفش ايه قصتها وايه حكايتها يعني. لكن ارجع تاني لموضوع امام عاشور يا جماعه. امام عاشور، انا راجل في برنامج زمالك. امام عاشور لعيب كويس جدا ولعيب مهم ولعيب مميز، وكان ليه دور مع النادي السنه اللي فاتت واللي قبليها لما خدنا دوري وكاس وكده. لكن في نفس الوقت كان موجود في الجزء الاول قبل ما ينتقل في نهايه يناير، كان موجود في الملعب، اتغلبنا في ماتشات كتير ما اعرفش ايه. كان موجود بقاله 3 سنين ما عرفناش نعمل حاجه في بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري لمده 3 سنين ورا بعض. مش دي قصتي. امام عاشور كان، انا بقول لكم بقى تفاصيل، جدد عقده مع نادي الزمالك مع اللجنه كابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد. كان في الوقت ده القيد مقفول، ما تقدرش تأيد لعيب او تروح تأيد لعيب جديد، القيد مقفول. تمام. جينا ندور على العقود، اتقال ان العقود مع كابتن حسين السيد خلاص، الوقت عدى لتوثيق العقود. جه الزمالك كان في نفس القصه، عبد الله جمعه كمان هو مش ماضي، ولا هو ولا امام، الاثنين مش ماضيين، فالاثنين ما توثقش عقودهم خلاص. فجه عبد الله جمعه الزمالك كلمه عن طريق امير وامام عاشور، فكلموا عبد الله العقد بتاعك لم يوثق، احنا ملتزمين معاك ان احنا نديك نفس الفلوس اللي اتفقت عليها مع اللجنه المؤقته وتمضي عقد جديد، انت موافق؟ عبد الله جمعه قال لهم اوكي وراح ماضي. جينا مع امام عاشور، طب معلش، طب هسال احمد يحيى وكيلي، هسال عبد الرحمن جادو وكيلي، ودول اللي جابوا له العروض يعني قبل كده، وكان جايبين له كمان عروض بتاعه النادي الاهلي، انا بقول لكم تفاصيل اهي. وبالتالي ابتدى يقول لا انا مش عايز، انا عايز اروح. انا في النهايه كان عنده تصميم انه مش هيمضي نادي الزمالك، وانه هدفه الاحتراف الاوروبي وهدفه انه يجي له عرض. طبعا ابتدى يشوف مثلا زيزو جاي له عروض، ابتدى يشوف ما اعرفش مين جاي له عروض، ما اعرفش ايه، ابتدى بيفكر تفكير مختلف، عايز فلوس مختلفه من حقه. تمام. فبالتالي جه العرض بتاع ميتلاند ده ب 3 مليون دولار. كان الاول العرض جاي ب 2 مليون دولار، فنادي الزمالك رفض. تمام. فابتدى اللاعب يدوس، انا عايز امشي، انا عايز احترف، انا امل حياتي احترف، انا امنيه حياتي ان انا اطلع بره، انا فابتدى الزمالك من تفكير فكره الاحتراف الاوروبي غير الاحتراف السعودي طبعا، مع ان الاحتراف السعودي بقى دلوقتي بقى مختلف، غير الاحتراف الخليجي يعني مختلف. القصه شويه بتبقى فلوس هنا، القصه هناك بيبقى حلم اللعب في اوروبا، وحلم بقى ان محمد صلاح او ميدو او هاني رمزي او الناس اللي تألقت او احمد حسن، الناس اللي تألقت فتره من الفترات مع ودلوقتي بسم الله ما شاء الله مصطفى محمد وتريزيجيه وناس كتير، مش عايز انسى حد يعني. وبالتالي ده كان حلمه. خلاص احنا فاضل لنا سنه، هو ممكن يمضي في يناير وهو مش عايز يمضي، يعني قدامه 6 شهور ويمضي في يناير في اي حته هو عايزها ببلاش. فالزمالك ابتدى يفكر، احنا يعني ما كناش ماشيين كويس، وهو كان في الفتره الاخيره مش ماشي كويس برضو،
وبالتالي وافق الزمالك على العرض، والزمالك حصل على 3 مليون دولار. خلاص. الراجل سافر من امتى؟ الراجل سافر في اخر يناير، يعني شهر 2 شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6، يعني 5 شهور. تمام. سافر شهر 2 بعد يومين من وصوله جاب جون في سبورتنج لشبونه، فكل مصر قالت بسم الله ما شاء الله ده هيكسر العالم. جاب جون في سبورتنج لشبونه عالمي في الدوري الاوروبي، اليوروبا ليج. ثم بعد كده جاب جون في الدوري الدنماركي. جه رمضان، جه المنتخب، لعب مع المنتخب ماتشين ملاوي على ما اتذكر يعني. وبعد كده رجع تاني. في رمضان كانوا يقولوا لك لازم تفطر عشان تلعب وما اعرفش ايه، ده اللي بيتقال يعني. وبعد كده مدربه مشي. اما جه المدرب الجديد مش مقتنع بامام في الطريقه بتاعته، فابتدى يقعده على الدكه. امام اتعور، فميتلاند وافق ان امام يرجع يتعالج. رجع امام يتعالج في مصر. تمام. خف امام، بس مش عايز يرجع ميتلاند خالص، واخد قرار مش هرجع، يعني مش هرجع. جاله بقى مرض الغربه، الهوم سيكنس. ما فيش واحد يا جماعه يكون حلمه اوروبا يرجع بعد شهرين 3 وهو لسه جايب من سبورتنج لشبونه. فابتدى الجمهور الزمالك، وانا واحد منهم على فكره، يعني انا امام ده اتمنى ان هو يكون موجود معانا، يعني لعيب كويس ولعيب مهم، بس في النهايه ايه المنطق؟ يعني ايه المنطق ان انا ابيع لعيب ب 3 مليون دولار من ما لعبش 3 ماتشات مع ميتلاند وتعور ورجع وقعد في مصر ومش عايز يرجع لهم اشتكوه مرتين، اجي انا اجيبه ب 3 مليون و700 الف دولار كاش، لا الا 4 مليون دولار بنيه البيع. يعني ازاي انا اكون انا دافع 3 مليون دولار وعليا فلوس وعليا التزامات وهدفع المليون ونص الشيكابالا في موضوع سبورتنج لشبونه، وعايز اجيب لعيبه جديده ودفعت جزء كبير من فلوس اللعيبه اللي موجوده دلوقتي بسم الله ما شاء الله النهارده فايقين، يعني من قبل العيد خدوا فلوس بسم الله ما شاء الله. والنهارده اوزاريو كمان خد فلوسه، كان في اوزاريو ليه فلوس متاخره خد فلوسه، يعني وبالتالي اللعيبه خدت جزء من فلوسها، ليها لسه فلوس. تمام. طيب ازاي بقى انا كجمهور انا عارف ان في جمهور بيحب النادي جدا ونفسه امام يرجع، وانا نفسنا نجيب كريستيانو رونالدو،